احذر، اوعى تعمل الحركه دي، هتدمر الريسيفر بتاعك وانت واقف، ومش هيبقى ليه اي حل ولا ليه اي حاجه تاني. تابع معايا الفيديو للاخر، لايك وشير، وتعالى اقول لك المصيبه السوداء اللي انت بتقع فيها من غير ما تاخد بالك انت او غيرك او حصلت قبل كده، جات لي وتاني مره تجيني. الادابتور اتقطع اهو. انا دلوقتي عملت ايه دلوقتي؟ الادابتور اتقطع. الادابتور ده بيخرج لي 12 فولت 2 امبير. طيب لما اجي دلوقتي اقطع دي واحطها في الحيطه مره واحده كده بالكهرباء، طلعت 220 من الجهاز، ركب الهواء، طار، قطم، مش اتقطم، ولع كله من مكانه. طب انا دلوقتي بقول لك ايه؟ اوعى تعمل الحركه دي ابدا. قطعت منك دي، غير ادابتور، تمام؟ ب 70 80 جنيه، احسن ما تروح تجيب جهاز ب 300 400 جنيه وانت اللي هتدفع في الاخر. فانا بقول لك نصيحه لوجه الله، اوعى تعمل القصه دي، وخد بالك منها عشان دي تاني مره تجيني. انا بقول لك الجهاز هيتحرق، ملوش اي لازمه ولا اي حاجه تانيه، ولا تنفع تعمل في اي حاجه، لان 220 بوم بتولع البورده كلها خالص، بتطير كل الخطوط اللي احنا بنشتغل عليها. فده قطع منك زي كده، ما تشغلش دماغك وتحطها في الحيط وتشتغل، لا، غير دي كلها، تشتغل مكتب زي الفل وراكبه، عشان دي اساسها اول ريسيفر ب 12 فولت 2 امبير كده، يبقى على طول كده 22 طياره يا باشا. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل جديد. صلى على النبي.